ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنعمل وصفه طبعا في القالب اللي انتوا شايفينه ده. وعايزه اقول لكم ان انتوا لو شفتوه كلكم هتعرفوه، لان هو كان ترند في كل مطابخ امهاتنا، لان ما كانش فيه غيره في السوق. وكان نفس الشكل والحجم ده، لكن كانوا بيعملوا فيه وصفات كتير حلوه. ومن ضمنها الميني كيك. وعايزه اقول لكم ان انا كان عندي القالب ده، كان بتاع امي الله يرحمها. ما تنسوش تدعوا لها بالراحه. هنبتدي الوصفة بتاعتنا، وطبعا قبل ما نبتدي الوصفة بتاعتنا ونعمل الميني كيك، ما تنسوش تدعموني باشتراك في القناة لو انتوا اول مرة بتشوفوني، ولو انتوا بتتابعوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان احنا بنكبر بيكم وليكم. انا شيف ريهام عرابي، ودي قناة. هنعمل مقدار واحد، وتقدروا تعملوا نصف المقدار لو انتوا عندكم قالب واحد، او تقدروا تعملوا المقدار وتقسموه على القالب وتخبزوه على كذا مرحلة. طبعا انا عملت كده لان انا ما كانش عندي الا قالب واحد. وطبعا انا سايبه لكم المقادير في صندوق الوصف كالعادة، ما تنسوش. هنبتدي طبعا ان احنا نهيش المواد الدهنيه مع السكر. وعايزه اقول لكم ان انا سايبه لكم الفيديو القديم، تعالوا نتعلم ازاي نعمل الكيك. واحنا كنا عملناه قبل كده على القناه، وتعلمنا ازاي نعمل الكيك وكل التركات، اعتمدنا كمان مقدار. وعملنا منه كل اصناف الكيك، وهنعمل هنطبق نفس المقدار ده، وهنعمل منه الميني كيك بتاعنا، وهنشكله سواء بالشوكولاته او باي طعم. طبعا الفيديو عندكم تقدروا ترجعوا له، وطبعا انا سايبه لكم المقادير في صندوق الوصف والفيديو كمان، وتقدروا ترجعوا له تتفرجوا عليه وتتعلموا كل التريكات وتنفذوها وتطبقوها على المقدار بتاعنا. طبعا انا قسمت المقدار وعملت منه 4 ميني كيك. وزي ما انتم شايفين عملت واحد بالفانيليا، وده كان بالشوكولاته. وطبعا احنا بنعمل الحركه دي عشان نوزع مسارات الهواء ويطلع معانا الكيك زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم من ألذ ما يمكن، لو عندكم القالب ده او عندكم قالب المولتون كيك تقدروا تنفذوا فيه وتحطوا على الوش بتاعه اي طبعا حاجه انتوا بتحبوها او ولادكم. هيطلع معاكم بالمنظر ده، وقريب جدا للمولتون كيك في الطعم وفي الشكل، وهيطلع معاكم بالحلاوه دي. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون سهل، واكون طبعا فكرتكم بذكرى حلوه في مطبخ امهاتنا، وهي القالب بتاع الكيك. شكرا لحضرتك.